سؤال حاليا، هل لو كابتن حسام البدري مسك النادي الاهلي هينجح ولا لا؟ كابتن حسام البدري ليه مميزاته وليه عيوبه، وخليني اقول لك على عيوبه. اولا، عيوب كابتن حسام البدري ان هو ما بيعرفش يتعامل مع غرفه ملابس فيها نجوم كتير. يا نهار ابيض، انت بتصدمنا من البدايه. اقول لك لا، ما الميزه اللي عنده بتغطي الحته دي. ميزه كابتن حسام البدري ان هو ما بيسمعش لحد، بيسمع لنفسه. ودي ميزه في الاعلام المصري والكره المصريه، لان انت لو سمعت لحد هتقع. دي انا شايفها ميزه، لان احنا ما شاء الله بنوقع التخين، احنا ما شاء الله ما بننصحش، احنا بنهد. فالكابتن حسام البدري في ماتش كان الجمهور بيقول له طلع مؤمن زكريا، مش عارف كان ماتش ايه، فمؤمن زكريا راح جاب جول. ساعتها كابتن حسام البدري خلاه في الملعب وجاب جول، فساعتها قال للجمهور بصوا سمعتوا شفتوا مؤمن زكريا، مؤمن اهو، مؤمن اهو. كمان كابتن حسام البدري هو اللي خلى محمد الشناوي حارس مصر الاول. اللي يفتكر معايا كابتن شريف اكرامي كان حارس الاهلي الاول، وكان لما ساس بيه يغلط ما يغلطش، هو كده كده حارس الاهلي الاول، راح ملاعب محمد الشناوي عليه، وبالفعل محمد الشناوي كمل بقى حارس مصر الاول. فكابتن محمد الشناوي لو جه هيلاعب مصطفى شوبير على محمد الشناوي. فهو ما بيسمعش لحد، وما عندوش حاجه اسمها النجم، وعنده قوه شخصيه يقدر يجيب بيها غرفه ملابس النادي الاهلي. انا شايف ان هو يصلح لاداره النادي الاهلي في الوقت الحالي، لا اما تجيب مدرب اجنبي لديه قوه شخصيه زي مانويل جوزيه، وده يعني صعب تلاقيه. فانا برجح كفه حسام البدري بنسبه كبيره جدا.